لو انت طالب في اولى اعدادي والعربي مش احسن حاجة فيها وخلاص فاضل ايام بل ساعات على الامتحان ومش عارف تعمل ايه في اللغة العربية، فبإذن الله بطمنك بعد لما تسمع الفيديو ده العربي يكون في جيبك، واقول لك على اهم الاسئلة اللي هتجيلك في الامتحان وازاي تتعامل مع اي سؤال في اللغة العربية، نصوص، قراءة، نحو. يلا بينا يا حبيبي. اول حاجه دكاتره بيجي لنا في الامتحان حاجه اسمها نص الاستماع. ونص الاستماع ده بيكون الدرجه بتاعته في جيبك، سهل قوي. ليه؟ بركز في نص الاستماع، الاجابات موجوده في نص الاستماع، ما بعملش اي حاجه غير ان انا بركز بسمع كويس عشان اكتب الاجابه. تعالى كده نشوف مع بعض نص الاستماع بيتكلم عن ايه. بيتكلم عن الدكتور جمعه سند، من ابرز علماء الكيمياء الفيزيائية في مصر والعالم العربي. كرس حياته للبحث والتعليم، كرس يعني خلى حياته كلها يعني، فأسهم في تطوير فهمنا الخصائص أو لخصائص المواد وتفاعلاتها تحت ظروف معقدة. برز في مجالات الطيف والتحليل الحراري ودراسة التفاعلات السطحية، وشارك في أبحاث عالمية نشرت في مجلات مرموقة، مما جعل اسمه علما في المحافل العلمية. كما عمل أستاذا وموجها لأجيال من الطلاب، فنقل إليهم خبرات العلم الحديث مستندا إلى تراث علمي مصري عريق بدأ منذ الفراعنة وتطور على أيدي رواد النهضة، بذلك ربط بين عمق الماضي العلمي واحتياجات الحاضر وتطلعات المستقبل، مسهما في بناء قاعدة علمية مصرية تواكب العصر وتخدم الإنسان. تعالى كده أهو. برز الدكتور جمعة سند في مجالات الطيف والتحليل الحراري والتفاعلات السطحية. الإجابة صحيحة أهو. لما نيجي نشوف هو يا دكاترة برز فين؟ طيف، التحليل الحراري، دراسات التفاعلية السطحي. الإجابة موجودة، اسمع كويس، ركز كويس، إجابتك موجودة في جيبك وقدامك. اقتصر دور الدكتور جمعة سند على البحث العلمي دون المشاركة في التدريس أو إعداد الطلاب. تعالى كده نشوف. هل هو قال اقتصر؟ لا طبعا. بص يا حبايبنا أهو، مسهما في بناء قاعدة علمية مصرية تواكب العصر وتخدم الإنسانية. جميل. كما عمل أستاذا وموجها لأجيال من الطلاب. يبقى هنا لما يجي يقول لك اقتصر على المادة العلمية فقط، قال غلط. بعد كده قسم الدكتور جمعة سند في تطوير فهمنا ليه نقط تحت ظروف معقدة. بص كده قسم فين؟ الإجابات موجودة قدامنا، في تطوير فهمنا لخصائص المواد وتفاعلاتها تحت ظروف معقدة. يبقى كده يا دكاترة الإجابات فين؟ نص الاستماع، إجاباتنا في جيبنا. ساهم الدكتور جمعة سند في بناء نقط تواكب العصر وتخدم الإنسانية. في آخر حاجة اتكلمنا عنها أهو، في بناء قاعدة علمية مصرية تواكب العصر وتخدم الإنسانية. الإجابات موجودة فين يا دكاترة؟ موجودة قدامنا، موجودة في نص الاستماع، محتاج تسمع كويس. بعد كده عندنا النص الأدبي، نبدأ نقرأ النص ببساطة. هنا بقول إدمان الإنترنت، يبقى بتكلم عن الإنترنت. بيعرف لنا يعني إيه إدمان الإنترنت؟ هو سلوك يعتاد فيه الفرد استخدام الإنترنت لفترات طويلة بشكل قهري، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على جوانب حياته الصحية والنفسية والاجتماعية والمهنية. ومن أهم أعراض إدمان الإنترنت التكلم عن الإنترنت في الحياة اليومية، ويتمثل في استحواذ الإنترنت على اهتمام الشخص، فيصبح الإنترنت شغله الشاغل ومركز اهتمامه. الميل إلى العزلة والانطواء، دي من مشاكل الإنترنت، وتظهر في حالة صغار السن والبعد عن ممارسة الأنشطة الاجتماعية. ومن مساوئ إدمان الإنترنت الاستمرار في استعمال الإنترنت بالرغم من تسببه في مشكلات وصراعات مثل إهمال الواجبات الأسرية والاجتماعات والوظيفة والشعور بالاكتئاب والدونية وانخفاض المستوى الدراسي. مرادف استحواذ، الاستحواذ بستحوذ عليك، بستولي عليك.
يقول لك انت مستحوذ على الحاجه دي، يعني مستولي عليها. مضاد العزله، انا منعزل عن العالم، عكسها الاختلاط والاندماج، مختلط مع الناس. ادمان الانترنت يؤدي الى مشاكل صحيه ونفسيه، ده صحيح يا حبيبي، صحيح. ادمان الانترنت لا يصيب صغار السن، غلط، قال لك يصيب صغار السن. ما المقصود بادمان الانترنت يا دكاتره؟ برجع للقطعه بتاعتي، اجابتي موجوده في جيبي قدامي اهو. هو سلوك يعتاد فيه الفرد استخدام الانترنت لفترات طويله وبشكل قهري، مما يؤدي الى تاثيرات سلبيه على جوانب حياته النفسيه والصحيه والاجتماعيه والمهنيه. جميل. بعد كده دكاتره بيقول لي مع علاقه جمله ومن اهم اعراض ادمان الانترنت بما بعدها. تعالى كده، ومن اهم اعراض الانترنت بما ايه؟ بما بعدها. ومن اهم اعراض الادمان او ادمان الانترنت بما بعده. بما ايه؟ بعده. قال ده بقول عليه اجمال بعده تفصيل. يعني ايه اجمال بعده تفصيل؟ يعني ده كده، ده اهو فصل فصل فصل، وده كده اجمال، يقول عليه اجمال بعده ايه دكاتره؟ تفصيل. ما نخلي بالنا دكاتره، نخلي بالنا، قال عشان بما بعده، قالش بما قبل. خلي بالنا من السؤال. بعد كده النص المعلوماتي. الدكتور هاني نجم جراح القلوب البارع. الدكتور هاني نجم مثال حي للطبيب الذي يجمع بين العلم والرحمة وبين الابتكار والإخلاص. إنه فخر لكل عربي ونموذج يحتذى به في مجال الطب والإنسانية. ولد الدكتور هاني نجم في الرياض عام 1962 ميلاديا. تخرج في كلية الطب بجامعة الملك سعود عام 1985. بعدها سافر إلى كندا، حيث حصل على الزمالة الكندية في الجراحة العامة وجراحة القلب والصدر، بالإضافة إلى تخصص دقيق في جراحة قلب الأطفال. ثم عاد إلى المملكة عام 1999 وعمل في مركز الملك عبد العزيز الطبي بالرياض، حيث طور قسم جراحة القلب للأطفال وأجرى العديد من العمليات المعقدة التي كانت تعتبر مستحيلة في السابق. وفي عام 2016 انتقل إلى الولايات المتحدة ليترأس قسم جراحة قلب الأطفال والبالغين في كليفلاند كلينك بولاية أوهايو. هناك أجرى أكثر من 10,000 عملية قلب معقدة للأطفال والبالغين، بما في ذلك عمليات نادرة مثل إزالة ورم من قلب جنين داخل رحم أمه. ومن أبرز ابتكاراته تصميم صمام قلب مرن قابل للنمو داخل جسم الطفل، مما يجنب الأطفال الحاجة إلى عمليات جراحية متكررة مع نموهم. تقديرا لإنجازاته حصل على جائزة نوابغ العرب في مجال الطب عام 23، والتي تعتبر من أرفع الجوائز العلمية في العالم العربي. هات من النص، يبقى الإجابة موجودة فين؟ في النص. عايز كلمة بمعنى يقتضى به، كلمة ضدها الرياء، وعندنا كلمة جمعها أرحام. جمعها أرحام يبقى رحم، موجودة فوق. والرياء عكسه الإخلاص، موجود فوق برضه. عايز كلمة معنى يقتضى به، يقتضى يعني يحتذى به، لو موجودة في القطعة أهو نموذج يحتذى به. يبقى يقتدى به يعني يا دكاتره اهو، يقتدى به، بقتدي بيك يعني بعمل زي بحتذي بيه، يبقى اهو يقتدى به اهو يحتذى به. الله ينور عليكم. اجابه موجوده قدامي ها. اجرى الدكتور هاني نجم اكثر من 10,000 عمليه قلب معقده بولايه اوهايو. تعالى كده اهو، فين اهو عمليه قلب معقده للطرفين بما في ذلك اهو بولايه اوهايو. هناك اجرى اكثر من، صح. يبقى الاجابه بتاعتنا دكاتره موجوده في القطعه، صح. السؤال الثاني، السمه التي تميز الدكتور او تميز الدكتور هاني نجم هو الجهد الدؤوب في مجال العلم. ده صحيح، دؤوب يعني مستمر. حصل الدكتور هاني نجم على جائزه نوابغ العرب تقدير لانجازاته. ده صحيح، له الكثير من الانجازات. ما ابرز ابتكارات الدكتور هاني نجم؟ كتير كتير. تعالى كده اهو، تعالى. من ابتكار والاخلاص اهو نموذج يحتذى في الطب، ولد كذا، تخرج في كليه كذا، حصل على الزماله الكنديه. تعال شوف بقى الانجازات. حصل على الزماله الكنديه في الجراحه العامه وجراحه القلب، حلو، بالاضافه الى تخصص دقيق في جراحه القلب والاطفال. ثم عاد الى المملكه
وعمل في مركز الملك عبد العزيز الطب بالرياض، حيث طور قسم جراحه القلب. جميل قوي. واجرى العديد من العمليات المعقده. جميل. في 2016 انتقل الولايات المتحده يترأس قسم كذا. دي كلها الانجازات في كذا. هناك اجرى 10 عمليات لاطفال بالغين بما في ذلك عمليات نادره مثل ازاله كذا وكذا. دي كلها اجابه. ومن ابرز ابتكاراته، تعال شوف السؤال بقى، تعال شوف السؤال. ما ابرز ابتكارات الدكتور هنري؟ بس كده كله فوق ابتكارات، بس قال لي ما ابرز، قال له ومن ابرز ابتكاراته، تعال الاجابه اهو: تصميم صمام قلب مرن قابل للنمو داخل جسم الطفل مما يجنب الاطفال الحاجه الى عمليات جراحيه متكرره مع نموهم تقديرا جاز تحصل على كده. دي الاجابه حبيبي، اللي هو من ابرز الابتكار. كل اللي فوق ابتكارات، كل اللي فوق ايه؟ ابتكارات. بس تركز، هو محتاج ايه؟ قال لي انا عايز ابرز الابتكارات. يبقى ابرز الابتكارات الاخيره دي. الله ينور عليكم. مع علاقه جمله مما يجنب الاطفال الحاجه الى عمليات جراحيه في الفقره الثانيه بما قبله. تعالى كده، تعالى الفقره الثانيه فين؟ في عام كذا انتقل كذا بقول لك كذا اهو. مما يجنب فين؟ يبقى الدكتور هنجم اهو مثال حي يحتذى به. ولد الدكتور كذا عام وتخرج في كليه الطب بجامعه الملك سعود، بعدها سافر لكندا حيث حصل على الزماله الكنديه، ثم عاد الى المملكه عام 99 عمله في مركز الملك عبد العزيز الطب بالرياض، ثم طور قسم الجراحه. جميل جدا. في عام 2016 انتقل الى الولايات المتحده يترأس قسم جراحه قلب الاطفال والبالغين بولايه كذا. هناك اكثر من 10,000 بما في ذلك عمليات نادره مثل ازاله ورم من قلب جنين داخل رحم امه. ومن ابرز ابتكاراته تصميم صمام قلب مرن قابل للنمو داخل جسم الطفل مما يجنب الاطفال الحاجه الى عمليات جراحيه متكرره. بيقول لي انا عايز علاقه هذه الجمله في الفقره الثانيه بما قبلها. فين هنا اهو؟ مثل ازاله ورم من قلب جنين داخل رحم امه. ومن ابرز ابتكاراته تصميم صمام قلب مرن قابل للنمو داخل جسم الطفل. داخل جسم ايه؟ الطفل. نتيجته يجنب الاطفال الحاجه الى عمليات جراحيه. يبقى هي علاقه هذه الجمله النتيجه بتاعتها حبايبنا اهو يجنب الاطفال. يبقى ده نتيجه لما قبله. ده اللي من النص على عالميه الدكتور هاني نجم. عالميه يعني من حيث العالميه هنقول يا دكاتره بكل بساطه هو تخرج في كليه الطب بجامعه الملك سعود. حلو. حصل على الزماله الكنديه في الجراحه العامه. دي عالميه اهو. وكمان انتقل الى الولايات المتحده ليترأس قسم جراحه قلب الاطفال. دي كلها يدل على العالميه. يعني كان بينتقل من مكان الى مكان. الاجابات موجوده في القطعه. بص هات من النص، ده اللي من النص. براعه الدكتور هاني نجم في الجراحات النادره. براعه الدكاتره اهو اللي هو في الولايات المتحده في ولايه اوهايو اجرى اكتر من 10,000. الدليل اهو عمليه قلب معقده للاطفال والبالغين. ما في ذلك ساهم في عمليات نادره. ايه العمليات النادره؟ ازاله ورم. دي الاجابه اهو من قلب جنين داخل رحم امه. ابرز ابتكاراته تصميم صمام من مرن قابل للنمو داخل جسم الطفل مما يجنب الاطفال الحاجه الى عمليات جراحيه متكرره. ده كله دكاتره بكل بساطه اجابتنا موجوده في القطعه، بس محتاجه تركيز. بعد كده عندنا النص الشعري بيقول قال الجواهري، بيقول وطن إذا ذكروه لي وبي الغليل وجدت بردا ولو استففت ترابه لوجدت عيشي فيه رغدا. لا تأسفن وطني وكن ثبتا على الأيام صلدا صيدا ليعرب شيد عزا وللأوطان مجدا. بص كده بيقول ايه؟
هات من الأبيات. إجابات موجودة في الأبيات. كلمة معنى صلبا قويا. صلبا قويا بمعنى صلدا. كلمة مضادها اهدموا. قال اهدموا عكسها شيدوا. كلمتين مترادفتين. وطن إذا ذكروه لي وبالغليل وجدت بردا، ولو سفلت ترابا وجدت عيشي فيه رغدا. لا تأسفن وطن يكون ثبتا على الأيام صلدا. ثبتا وصلدا قويا يعني. صيدا ليعرب شيد عزا وللأوطان مجدا. وعند عز ومجد دول كلمتين مترادفتين، عزا ومجدا. إلا ما يدعو الشاعر وطنه في البيت السادس. لا تأسفن وطني. بيدعو الشاعر وطنه في البيت الثالث وكن ثبتا. يدعو وطنه على الثبات والجلد والصبر والقوة. كن ثبتا، كن قويا على الأيام، كن قويا رغم المحن، صلدا قويا صلبا. استنتج دلالة البيت الثالث في البيت الثاني ولو استففت ترابه لوجدت عيشي فيه رغدا. بيقول لو أنا كلت التراب أنا هشعر إن أنا عايش في رغد. وهنا البيت الثاني هنا دكاترة، دلالة البيت الثاني يدل على حب الشاعر الشديد لوطنه وتمسكه بوطنه. تستخرج صورة حسية واذكر الحاسة التي تحفزها. بيقول يا دكاترة هنا وجدت بردا. وجدت ايه؟ الصورة الحسية هنا وجدت بردا. ودي أني حاسة دكاترة؟ الحاسة اللمس. تمام. أسلوبا إنشائيا في البيت الثالث لا تأسفن وطني. لا تأسفن نوعه، قال لي ده نوعه إنشائي طلبي اللي هو نهي. لو جه قال لي أي أسلوب إنشائي يا شباب هنا، أسلوب إنشائي هنا غرضه أثر البلاغي جذب الانتباه. جذب إيه؟ الانتباه وإثارة الذهن وإثارة الإيه يا دكاترة؟ وإثارة الذهن. تمام. هنا دكاترة بكل بساطة بيقول أنا عايز كلمتين على نفس الوزن. سهلة، تعال. كلمتين على نفس الوزن صلدا رغدا مجدا بردا على نفس دكاترة على نفس الوزن. أي كلمتين من الكلمات دي. تعال بقى نتكلم عن فاكهة اللغة العربية ألا وهنا. بص يا دكاترة بكل بساطة دكاترة صغيرين، لما بنيجي في الإعراب في النحو لازم نحدد نوع الجملة. قبل ما نعرب حدد دي جملة اسمية ولا فعلية. جملة اسمية مبتدأ خبر، جملة فعلية فعل فاعل مفعول. تعال كده هنا بقول كثيرا ما تحرص. انا عايز اعرف تحرص. حلو. تحرص دي اسم ولا فعل؟ قال لي فعل. يبقى عندي تحرص فعل ماله؟ قال لي فعل مضارع. حلو. مرفوع وعلامة رفعه الضم. جميل قوي. كثيرا ما تحرص الدول القوية على أن تتمسك بحقوق الإنسان في المحافل. في حرف جر يبقى المحافل اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة. بس سهل خالص. الله ينور عليكم. في الوقت الذي تراها غير مترددة في أن تمد يد البطش والعدوان على الدول الضعيفة، كما تستبيح لنفسها خيرات. تستبيح فعل كما فصل بدأ جملة. تستبيح فعل. مين اللي بتستبيح؟ هي. بالفعل ده مصدر تقديره هي. تستبيح هي بتستبيح ايه؟ خيرات وثروات. يبقى خيرات هنا مفعول به منصوب. طب هنا منصوب ايوه وعلامة نصبه. قال لي منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم آخر ألف وتاء. تمام؟ يبقى أنا حددت نوع الجملة تستبيح فعل. مين اللي بتستبيح؟ هي. فعل ده من صفة تقديره هي بتستبيح إيه؟ الخيرات مفعول به منصوب. سهل. وهو ما يمثل انتهاكا صارخا لأبسط مبادئ. بص كده قال لي أبسط ده اسم نكرة. حلو. وعندي مبادئ برضو اسم نكر ما فيهوش ألف ولام ولا ضمير. جميل. قال لي عندي نكرة زائد نكرة والنكرة الثانية لا تصف.
قال لي نكره زائد نكره والنكره الثانيه لا تصف، بقول عليه دي قاعده مهمه جدا 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 جدا، المضاف اليه والمضاف اليه دايما مجرور على الجاري هنا الكسر. يبقى احنا هنا دكاتره بكل بساطه عندنا قاعده المضاف اليه نكره زائد معرفه مضاف اليه. نكره يعني الكلمه ما فيهاش الف ولام ولا ضمير، ومعرفه يعني كلمه فيها الف ولام او ضمير، يبقى نكره زائد معرفه مضاف اليه مجرور. جميل. قال لي او نكره زائد نكره، والنكره الثانيه ايه؟ لا تصف، يبقى برضه مضاف اليه مجرور. جميل قوي. بعد كده دكاتره بيجي يقول لي استخرج من الفكره السابقه، ده سؤال اساسي، يقول انا عايز فعل لازم عايز فعل متعدي. بص يا دكاتره بكل بساطه عشان ما تتلخبطش، فعل لازم يعني فعل لا يحتاج الى مفعول به ويكتفي بالفاعل. لما نقول يذهب الطالب الى المدرسه، ما اقول يا شباب اهو يذهب فعل، مين اللي يذهب؟ الطالب فاعل، الى حرف جر مثلا اسمه مجرور، ايه ده مفيش مفعول به؟ يبقى ده بقول على الفعل لازم. طب الفعل المتعدي الفعل يحتاج الى مفعول به. طب تعالى كده، كثيرا ما تحرص الدول القوية. تحرص فعل. مين اللي بتحرص؟ الدول فعل، والقوية دي نعت، وصفت الدول هي قوية. يا مستر هنا ما عنديش مفعول به. يبقى ده بقول عليه فعل لازم يا دكاترة. يبقى انا عندي تحرص، تحرص ده فعل ايه؟ فعل لازم. طب الفعل المتعدي، الفعل المتعدي هو الفعل الذي يحتاج الى مفعول به. هنا بيقول ان تتمسك بحقوق الانسان، برضه تتمسك نفس الكلام، فعل لازم. تتمسك هي الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، الباء حرف جر، حقوق اسم مجرور، ما عنديش مفعول به، يبقى ده برضه فعل لازم. جميل قوي. الذي تراها، بص كده يا دكاتره قاعده مهمه قوي، الفعل لو اتصل بيه الكاف والهاء والياء وانت مغمض تقول عليه فعل متعدي. طب ليه يا مستر؟ عشان الكاف والهاء والياء هعربهم مفعول به. هنا بيقول الذي تراها، ترى والهاء، الكاف والهاء والياء في الفعل مفعول به، يبقى انا عندي هنا الفعل المتعدي تراها. وخلي بالك في الاغلب في الامتحان بيجيب لك فعل متصل به الكاف او الهاء او الياء، فده بقول عليه فعل متعدي عشان الكاف والهاء والياء هعربهم مفعول به في محل نصب. الله ينور عليكم. بعد كده بقول انا عايز فعل مجرد، فعل مزيد، وحدد احرف الزياده. جميل قوي. يعني ايه دكاتره بكل بساطه فعل مجرد؟ فعل مجرد ما فيهوش حرف من حروف الزياده. لما اقول عامل خلاص هو مجرد ما فيهوش حرف زياده. طب يعمل، ما احنا واخدين قاعده قلنا يا دكاتره ان حروف المضارعه مش من حروف الزياده. يعني يعمل هو في الاساس عامل، ليه حرف مضارع ماليش دعوه بيه كاني مش شايفه. يبقى لما يقول انا عايز فعل مجرد، قال لي تعالى تحرص. قال لي مستر تحرص فعل مضارع والاصل بتاع حرص. يبقى مستر التاء حرف المضارعه، وحضرتك لسه قال الالف والنون والياء والتاء من حروف المضارعه، وحروف المضارعه مش من حروف الزياده. يبقى عندي فعل مجرد تحرص. جميل قوي، الله ينور عليك. واخر مزيد وحدد احرف الزياده، ان تتمسك. بص كده، تتمسك، تتمسك. التاء حرف من حروف المضارعه، حلو. يبقى تمسك. يا مستر اصل الكلام ماسك. يبقى هنا ده فعل ثلاثي مزيد بالتاء والتضعيف، بالتاء والتضعيف. يبقى مزيد بالتاء يا حبيبنا، بالتاء والتضعيف. تمام كده؟ الله ينور عليكم. تمام. عايز فعل صحيح وفعل معتل، سؤال اساسي في الامتحان. طب بكل بساطه عشان ما تتلخبطش، بس انا عايز الم الدنيا. الفعل صحيح فعل ما فيهوش حرف من حروف العله. لما ارجعه للماضي، طب ايه حروف العله؟ واو الف ياء. طب تعالى تحرص، فعل صحيح تحرص. ليه؟ قال لي الماضي منها حراسه، ما فيهوش حرف من حروف العله، بفعل صحيح. ما فيهوش همزه ولا حرف مشدد، يبقى بقول عليه سالم. طب اكل صحيح بس مهموز. طب مد صحيح بس مضاعف. الله ينور عليك. هنا بقول تحرص الدول القومي على ان تتمسك، مسك. فعل صحيح برضه، مش حرف من حرف، مفيش حرف من حروف العله. الله ينور عليك. ايه تاني؟ في الوقت كذا تراها. تراها او ترى، ده فعل معتل في حرف من حروف العله. واخر حرف لو في حرف من حروف العله بنقول عليه ناقص معتل، ناقص. ايه تاني؟ غير المتردده ان تمد، مد ده صحيح ماشي. تستبيح، تستبيح الماضي هنا باح. ده حرف في الوسط يبقى ده اجوف.
عشان الاول انا بقول عليه مثال وعد. الله ينور عليكم. حاجه ثانيه يا دكاتره؟ تمام، حلو قوي كده. بعد كده بقول انا عايز فعل بينصب مفعولين وحددهما. فعل بينصب مفعولين عندنا افعال بتنصب مفعولين، اللي هو علم وجد راى. افعال اليقين والعلم، علم وجد راى واتخذ معه. تمام. وعندي افعال تفيد الرجحان او الظن، اللي هو ظن وحسب وزعم وخال. وعندي افعال تفيد التغيير والتحول، جعل، جعل الرجل البرتقال عصيرا، حول برتقال الى عصير. دي بقول عليها افعال بتنصب مفعولين. طب تعالى كده نشوف القطع. حلو. تراها. طب تعالى فعل بينصب مفعولين او الفعل ترى. حلو قوي. طب فين المفعولين؟ المفعول به اول الهاء، الضمير. احنا لسه الكاف والهاء والهاء في الفعل مفعول به. جميل. تراها ايه؟ غير، اي مفعول به ثاني كلمة غير. سؤال مهم في الامتحان. تمام. الجملة التي اشتملت على فعل صحيح مضاعف. صفى، اللي في حرف من حرف العلة الصحيح. تعلم العاقل ما ينفعه. أنا عايز صحيح مضاعف. تعلم، علم. ما ينفعه، نفع. جميل. أمر الله ببر الوالدين. مهموز، ما ينفعنيش. نعم الله لا تعد ولا تحصى. يبقى هنا بقول لي الجملة التي اشتملت على فعل صحيح مضاعف. فعل صحيح مضاعف. أنا عندي علم صحيح مضاعف، صح كده؟ صحيح مضاعف؟ أنا عايز أسمع. لا يا حبيبي، أنا عندي الصحيح المضاعف لا إما عدى، اللي هو التاني والتالت ثلاثي، لا إما زلزلة، اللي هو الأول زي التالت، التاني زي الرابع. ده بقول عنه مضاعف. يبقى أنا عندي المضاعف نوعين، لا إما ثلاثي اللي هو التاني والتالت زي بعض عددا، لا إما مضاعف رباعي الأول زي التالت والتاني زي الرابع. مستر طب ما ده علمه. لا يا حبيبي، التضعيف في المنتصف ماليش دعوة بيه. ولكن نعم الله لا تعد، عدى، يبقى ده مضاعف صحيح. معاك يا دكاتره؟ تمام كده؟ تمام. وخلي بالك انا لو قلت لك في الامتحان قلت رايت، سؤال مهم، ها، رايت العلم نورا. رايت العلم ايه؟ نورا. ويجي يقول لي رايت القمر مضيئا، واللي يعرب لي نورا يعرب لي مضيئا. اما اقول رايت القمر مضيئا، رايت دي رؤيه بصريه، والرؤيه البصريه بتنصب مفعول واحد، يبقى راى فعل، التاء فاعل، القمر مفعول به، يبقى مضيئا حال منصوب. ولكن راى اللي تفيد اليقين والعلم، راى فعل، التاء فاعل، رايت العلم مفعول به اول، نورا مفعول به ثاني. تمام، الله ينور عليكم. وجدناكم حريصين على اكرام الضيف. احذف الفعل، احذف وجدناكم انتم، يبقى هنا المخاطب انتم، يبقى اقول انتم، يبقى دي جمله اسميه. لما احذف الفعل تبقى جمله اسميه. انتم يبقى الخبر مش حريصين، حريصون على اكرام الضيف، مبتدا او خبر. الله ينور عليك. بعد كده بيجي يقول لك اكتب سيره غيريه او سيره ذاتيه، بتكلم عن غير موضحا اهم انجازاته في مجال الفضاء مع مراعاه عناصر السيره الغيريه زي ما اتكلمنا قبل كده. مقدمه، نشأة والطفوله، تحديات، انجازات، اثر وتاثير، وبعد كده خاتمه. بعد كده دكاتره، يؤدي المصريون عملهم باخلاص في خطا. يؤدي لا، هي اسمها بص كده دكاتره اهو، يؤدي. بعد كده عندنا الخط، الله يبارك لكم. نحاول على قد ما نقدر في الخط. هنا بقول انا عايز مره بخط النسخ ومره بخط الرقعه. بخط النسخ انزل زي ما هو، تمام كده. بخط الرقعه حاول تغير اي حاجه، يعني مثلا هنا الواو حاول اهو تطمسها، الميم نفس الكلام تطمسها، يرفع اهو بس كده، العين اهو
كده مثلا اهو يرفع. حاول احنا نغير اي النون مثلا الاوطان اهو. الحمد لله. النون نعملها كده او اهو من غير نقطه. الا رجالها نحول الهاء اهو رجالها بس كده. وهل الواو نحاول نطمسها برضه نفس الكلام اهو. يرتقي الناس اهو الناس معايا اهو الناس. الا بسلمي اهو اخلي الميم في الاخر كده. يعني نحاول يا دكاتره الله يبارك فيكم على قد ما نقدر في خط الرقعه نغير اي تغيير عشان نفرق ما بين النسخ وما بين الرقعه. كده احنا راجعنا مع بعض اهم الاسئله ان شاء الله اللي انت هتلاقيها معاك في الامتحان باذن الله. ركزوا في الاسئله دي مهمه. اي سؤال اي استفسار ممكن في التعليقات مفيش اي مشكله. باذن الله احنا معاكم في الترم الثاني، معاكم في ثانيه وثالثه اعدادي، وكمان معاكم باذن الله تعالى في المرحله الثانويه. ربنا يوفقكم، ييسر اموركم، يسعد قلوبكم، يحقق احلامكم ويفرج همومكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.